الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أم جاشنا فيرقتي المسألة الثالثة. مسألة سي اتشدا ات بابت نفجب جماعة قلت أقل ما تنعقد به الجماعة باشا قلت كيم ترين هجمار كيشكا كدرست جماعة بكن نفجب جماعة بكن يعني حتى چند مرو واجبن اوانا حق هيا نواجب جماعة بكن. قلت أقل الجماعة اثنان بلا خلاف. قلت كمترين هجمال أفا دمروف بن إمام ديال إيكيدي بي خلاف أما علماء بش لقوله صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث إذا حضرت الصلاة فأذنا، يعني اگر نوش حاضر بو مقصد بي يعني بي وقته فأذنا يعني هين هر دو بانج بدن ایک شواب مقصد به اوه ایک شواب لا بانج بدن ثم أقيما باش قامت بجرن وليأمكما أكبركما وبلا يشهوا هر دو كماستر كاكيش که او نوش برا هوا بكت او مسألة دلیل كوچيه كو دو كس نوجهات كانوا پیغمبر عليه الصلاة والسلام أمر بيكره. المسألة الرابعة بابت چاره اتن درباره نوجه جماعت دا قلت بما تدرك الجماعة باشه اگر مروف بجهیتا کی را نوجه او مروف جهشتا نوجه جماعت قلت تدرك الجماعة بإدراك ركعة من الصلاة تدوصا جهيا نوجه جماعت تركعاتك جهشت بيه يعني الركعات أكيد تبجهية بري إمام تشيت الركوع تبجهية. قلت ومن أدرك الركوع هل كسك بجهية الركوع غير شاك عليكم السلام ورحمة غير شاك وتشك تدا نب يعني مثلا نب قمان بيت كوقت تشوى ركوع إمام راببي وآنه لا تأكيد إمام ركوع بي وتجي تشوى ركوع ده. قلت أدرك الركعة عندي أو ركعات بها تحسب كده. قلت واطمأن يعني الراستي أو جبينك الركوع ما ثم تابع وباشي تمام بكتن ديال الإمامي لحديث أبي هريرة إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود أجل هذنا نبيجي وأم السجدة دا فاسجدوا نراستن خانجرش بيروا وكي جرى بيقويت ينا قد فاسجدوا هنجي ورنا سجده ولا تعدوها شيئا بس هن حسبنا كان وقت انتنا سجده او بوتا حسبنينا ويك ركعاتك اجل ويك خير حسابه ومن ادرك ركعة بس او كسب جهد ركعاتك جهد الركوع فقد ادرك الصلاة ابا وجهشت نبيش معناه اجل نبيش تشهر ركعاتي بن تهات امامة الركوع دار ركعات تشهره تلوي ركوع جهشتي ابا تجهش نبيش بجماعة. اما اگر ركوع الرابية با وش ركعات تشهره الركوع الرابي با شوره و همية تبجه يجي نبيش بجماعات بوتنايت حساب كر كا تبجهش بيه وقت تجهش بيه تو نجهش نبيش بجماعات نبيش خالد تمام كي چهار ركعات دي تدكي. قلت المسألة الخامسة مسألة بنجي من يعذر بترك الجماعة ام دي عذر بو كي دانين كو نأيتا نبيجا بجماعات كي حق هيا نأيتا قد يعذر المسلم بترك الجماعة في الأحوال التالية ادوان حالات التانية ده هشت حالات تقوته مروف بصرمان حق هاي يعني اگر نهاتا نبيجا بجماعة جي دي عذر بو دانين قلت ياكي المريض مرضا يلحقه منه مشقة ولو ذهب إلى الجماعة. قلت ايكي نساخة بس نهمي نساخي نساخي ويا وصا اگر بشتا نبيجا بجماعة دي زحمت بكبيتا. قلت ابي وصا حقي هين ايتا نبيجا بجماعة لقوله تعالى جبال قلتنا خده ليس على الأعمى حرج او كورابتا چل سرنينه ولا على الأعرج حرج او سقط جبت او جي چو گناه سرنينه ولأنه صلى الله عليه وسلم يعني ما أقصد في رب العالمين عذر بوفانتنا فخضان عذرا
ولأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن المسجد وبيغمبر عليه الصلاة والسلام وقتكو نساخ بوي نتهطى نفيز الجماعة يعني المال أخوة وقال وقوتي مروا أبا بكر فليصلي بالناس أمر أبو بكر بكم بلا أو نفيز البلا خلق بكتنا ولقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجبال قلتنا عبد الله كريم مسعود خديجة رازبة ولقد رأيتنا قلت من أميدتين وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه وتكسش نفيج نفت ما أو نبنيت أشكران نف خلقي لكم منافقا أو مريض ينجي يتنسخ جينات هذا وكذلك الخائف حدوث المرض لأنه في معناه وتروس أوجي درستنايت أو بترصد أكر بيتا نفيجي دي نساخ بيتا أوجي هلوكي نساخي يعني ظانتا إيش هاي بنمونا أو كستنا نفيجي نساخا وإيشوانا وفاقرة ظانتا بيتا دئته ينجي مثلا كسكا اگر زحمت ببتن حتى تنفيجي وتشيتن احتمال هاي ضرر بكبيتن ابي هوسا كانش بر حطابه كي كاش بر تسكيه حق هنيت قلت يا دوي المدافع احد الاخبثين او من بحضرة طعام محتاج اليه افا يا دوي بس دوت يابنت بنده او کسی کو ایکش هر دو دست نویجا دفع بکتن یعنی دست نویجا دو یا زراف آنش یا ستیر یا تیتن و او ناهیلیتن بیتن یعنی گشت یا حالته او حق هی اگر بی وقت نویجی بچتن هوجه یا خواب خاطینتن بلا نایتن نویجی یا انشی کسی که خارن یا البرسنگی هاتی دانان یعنی خارن یا آماده و او محتاج بوی خارنی یعنی برسیه و دلیوی چیده انجی او حق هی هم مینتن سر خارن خواه بخواتن نهاية جماعته لحديث عائشة مرفوعا لا صلاة بحضرة طعام نفيش نيو تماما او نفيش بكتو خارني حاضر بيتو او برسي بيتن دليو بچيته كي خارني حاضر بس ني برسي ب نقد اي بس دليو بچيته زاده متسر خارني بلا بخوتن ولا وهو يدافع الاخبثين هر وصل نفيش فيجي نيو تماما او يكو ايكش هر دو دست آبتو التين او نهيلتن بين اوهاجی جبر چونکی هزونا من تسر نویجی دمین تسر خورنه و دمین تسر دست آباوی اگر او به یا سه من له ضائع يرجوه ایکا تشکیوی برزبی یلد یاریت و هیوی هی ببینتن او يخاف ضياع ماله او قوته او ضررا فيه یعنی ترسیتن اگر هاتا نویجا بجماعت تشتیو دی برزبیتن مثلا حيوانه جيدانا بردر نشتن جريدة تشجينن يانجي تشتكى خارنكا يال بردر هلاي انج يال دفو ويل مالاي بخو ان يا في مسافره مثلا ان زاند ضرر جهيتا مالوي دي جهيتا قيتوي ابي هنجي درستنايت لحديث ابن عباس مرفوعا من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر قوتي او كسي قل بانجي ببيت وتشعذر نبن ونأيتا لم يقبل الله منه الصلاة التي صلى انجي خدوين بيجي قبلنا كد او كري قبلنا كد جاء يا قوتي قالوا باش نجي بسياش ابن عباس يعطيكرم فما العذر يا رسول الله يعني أبا عفوا بسيارش پیغمبر يعطيكم عليه الصلاة والسلام وأبا قلتنا پیغمبر عليه الصلاة والسلام قلتي هل أي قصد خد ما عذر شيء يعني أتشو عند بين عذر هاي بلا نهاية قال خوف أو مرض قلتي الترسة ينجي نساخيه كترس السلهبيت جبرندش قلت وكذا كل خائف على نفسه يعني الترسي تنسر نفسه الزرارة هاي ما ترسيه طريقة هاي آن هندك ما ترسيه المزجفته هاي أو ماله يعني ترسي تنسر ماله خو وتلف في بكبيدا أو أهله يعني أهل ماله أو ولده يعني عياله فإنه يعذر بترك الجماعة أبي حق هنا يتنبج بجماعات فإن الخوف عذر چونكي ترس عذره يا شاري حصول الأذى أو التت أذية بجهيده يعني أجر هاتا نبج بجماعات
دي أزياد يهيده بمطر بونو منا بارانك جلك بوشاتتن ووحل أنجي تقنا وهرية وثلج أن بفرة يعني بفرة بوشا كفتي وجليد يعني جمد الري أو ريح باردة شديدة بليلة مظلمة ينجي هوا كي صار يدجوار الشبكة طاردة وتفهجي أبهجي عذره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن يعني ابن عمر بيشتن پیغمبر عليه الصلاة والسلام هر جار أمر مؤذن تكر لا چه بيشته إذا كانت ليلة باردة ذات مطر قلت أجر شبكة صاربة يا باراني با دا بيشتي تتبانجي خدا بيجا يقولوا دا بيت بيجا ألا يعني جري خلتي بزانا صلوا في الرحال يعني نفجت خالج هيد خابجان نينا مزيفته يا بينجي حصول المشقة بتطويل الإمام يعني أو كسيت تنفجر جماعة عذر هينا أيضا أجر زاينتن دي زحمت في كبيت هندي إمام هند ريجت كذا لأن رجلا صلى مع معاذ ثم انفرد قلت چونكي ظلامة كي نفج يل معاذ كور جبل كر چونكي هندي دريش كر باشي ادي يل نت كر مخابتن كر فصلى وحده تن نفج كر لما طول معاذ چونكي معاذ يلا دريجت كر فلم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حين أخبره وقت أوي ظلامي أفشان أبو پیغمبري قلت عليه الصلاة والسلام پیغمبري عليه الصلاة والسلام إنكار أوي نجر سلوي كرياري نقول تتشكي خلط كر أجر خلط با دا بيت تتشكي خلط كر بتو ديال الإمام نفجب كي وأي معاذ شنو وجدان صحة لي معاذ كده يا شاشي خوف فوات الرفقة في السفر هذا تبترس حوالة دادشن حوالة دادشن و بانك هاتا دان دو السفر كده دي قافلة چيد دي حوال چن و بانك هاتا دان هنجي تحق هيتو نأيه نفجب جماعت لما في ذلك من انشغال قلبه إذا انتظر الجماعة چونك اگر هاتشي دليو دي چابت ده مجيل بيتا كاچون نچون ده چكيان چناكن او دخل في انشتن نفجر جماعة ده دليو مجيل بيت مخافة ضياع وفوات رفقته چونك ده ترسيد بلكي هفالت خاش دست بدادن يا حفته الخوف من موت قريبه وهو غير حاضر معه الترسيتن ترسيد مروفا كيوية نزيكيا كسا كي نزيكيا بمريدن وجاي البرمرني او جيبون بتدان ونأت حقي هي نأتن كأن يكون قريبه في سياق الموت بونو منا نزيكيا يلبرمرني سكرات دا وبانك هاتا وأحب أن يكون معه يلقنه الشهادة ونحو ذلك بجبو أوجي حسكة دف مريها مروفي خابتا بوچه دا الشهادة بو بيشتن بيشتن بيجش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وتشتصبوا بيشتن فيعذر بترك الجماعة لأجل ذلك قد دي عذر بو إيتا دانان أجر نئتا نبيجب جماعة شي جبر في چنده هنه يا هشته ملازمة غريم له ولا شيء معه يقضيه قد أبايا كسك يتقل دين داري خوا يتقل دين داري خوا و دسته ويگرت وي دباتن بدويت گل بيتن دا دين خوا جيار گريتن و چد گل نينا دين خوا بدتن هنجي أبا وصف له ترك الجماعة حق هاي نفيجر جماعة بهلتن لما يلحقه من الأذية بمطالبة الغريم طبعا غريم الفيري بحثي أوية دين ديال تاكرم دين ديال تاكرم ويقول تتأذى ديال تاب باشا وتجد شفين تفيقو ببدأ به بدوية تبشبو بينا اگر تقولي راس نفجر جماعات كم انا لشما نفجر جماعات هنجي شربيتن اف كسي هني ازيت بيهين تتا وديف ترابط وبجيتن وباشي هزات اصلا نفجر نميتن لو ما افجي حقي هاي ديال دين داري خوا انجي خطان دين بمينتن داواكو شبكت باف كسي هني دين خوا باش ادا بكتن
تمام كاين قلت المسألة السادسة إعادة الجماعة في المسجد الواحد. هذا بابات أكيدية ديال نفيجة بجماعات. أجر إيك مسجد و دو نفيجة جماعات بين كرم. مقصد بيع نفيجة إيفار هات كرم جماعات. نفيجة كدش يا إيفار بجماعات بتكرم شوية. قلت إذا تأخر البعض عن حضور جماعة المسجد مع الإمام الراتب. قلت أجر هندك نهاتا يعني تأخير بين زمان إيش نفيجة بجماعات. كو بهن ديال إمام راتب يعني أو إمام هاتي جرتن أو إمام مسجفته. ديال وبكن تأخير بين وفاتتهم الصلاة ونفيجة بجماعات جيتشو حتى هاتا فيصح أن يصلوا جماعة ثانية في المسجد نفسه. يا درست أجر أو هاتا همي بخاب بيجي بخاب كان إيك نفيجة بخاب جماعات بكن هر دوي مسجفته به أو نفيجة أو نجهشتيش لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده جبال قلنا بيغنبري عليه الصلاة والسلام قلت أكار ظلام ديال ظلامي نفيجي بكت يعني بجماعات بكن أبد شيتر بويش نفيجي تنبكت. الحديث يعني حديث تمامتي أخويا هاي. ولقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي حضر إلى المسجد بعد انتهاء صلاة الجماعة ورسول جبال قلنا بيغنبري عليه الصلاة والسلام وقت قلت يا ظلامك أو ظلامك هاتي مزجفته وسحكرين نفيجي بجماعات يا خلاص بي بيغنبري عليه الصلاة والسلام شو قلت قلت من يتصدق على هذا فيصلي معه قلت صحابيا هميان نفيجة ديال كرجي بس قلت كده نفيجة كي ديال فكاتن دايوجي بيتا بجماعات نفيجة كي ديال بكات صدقاء كي ديال بكات فقام أحد القوم فصلى مع الرجل ظلام يرابوه ونفيج ديالوي ظلام يكر أكاد درسنا بو پیغمبري وانا قلت عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا كان المسجد مسجد سوق هر وصل درسته اگر مزگفت سویکی بیت ناف سویکی دا اوه شو بازار ایده ده چی ده که دیتن اوهشی درسته جلای جماعت دا بنا کرن او طريق يعني جيال سريكي وما أشبه ذلك ومزجفت وكيوانا فلا بأس بإعادة الجماعة فيه شتى دانينا أجر نفيش بجماعات جارة كاديت دا بيتا كرن يعني دو جارة بيتا كرن هجاره هندا يبكن وبخاصة تايبتي إذا لم يكن لهذا المسجد إمام راتب. تايبتي أجر بمزجفته أول سيكي أنا أول سريكي شو إمامة تعيين كري نبل ويتردد عليه أهل السوق والمارة وخلق سيكي وأبتن وشن هم قوتين بمزجفته وشن طبعا درس أبوانا. أما إذا كان المسجد فيه جماعتان أو أكثر دائما وعلى نحو مستمر قلت أما صحكي هذا نقطة مهمة قلت بله اگر مزگفت و دوكم هبن دو جماعت آن پترش جماعتك يعني في قوة نویجه اول مکر بشینگی انده گندی دیهاتن چکر نویجه که دیاب جماعت کر آن هنده که دیهاتن یا سیجی کر هر یا ایواری وعلى نحو مستمر وهره صايح واتخذ الناس ذلك عادة وبجاب بعادات خلقك فإنه لا يجوز سنجي تشينابيت بوشا إذ لم يعرف ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه چونك أبشان دهن نهات يزانين سردم پیغمبر عليه الصلاة والسلام وهوال نوي ولما فيه من تفرق الكلمة وهر وصا أبش هنده تفرقه دجي چه بيتن دجي وبون چه بيتن دخلك هاري بيت جماعتهم إمامك والدعوة للكسل والتواني عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب وربما كان ذلك مدعاة لتأخير الصلاة عن أول وقتها أفضل رجية دلهاي اگر ما قلت هم بشكل إيجاري درسته هنجي خالي دفا مينده دفان كي دفان بشنيف ساعة دفا خواهد أبين چونك الظان دي جماعات دوي باشين لتأخير بيدن يانجي احتمال هاي ببيت السبب بجا خالك ايدي نفجش دسبيك وقتي وتبن بانك هاتدان إمام راتب وجماعات نفجا خاكر أو جماعات خوا پاشته یعنی بیت سبب عداوت چه بیتن مثلا هندک کر بش ایمان بدن ام نه دیال تبکین و دیال جماعت ده ام ده جدا بخواد یعنی ده بیت اگر افشنده ها چه بیتن لو ما شکلی که یک جار بردای چه نا بیتن اگر جار اگه وصل چه بید جار تمام ما بیت عادت نه چه بیتن و هر روز حدیثی هایش پیغمبر خدا علیه الصلاة و سلام اختیار با مزگفته و نوش هات با کرن یعنی ویرانه گشت با مزگفته ند کرد دا زفری دوشته مال خدا کم کرد و دیگران هم جماعت کرد
المسألة السابعة حكم الصلاة إذا أقيمت الصلاة المكتوبة. أبجي جرنجي قلتي حكمين فيجي أجر قامت بويا فرص هاتجرتا تدي تدس هاويت السنة أخا وقامت هاتجرتا حكمين السنة تشيا قلت إذا شرع المؤذن في الإقامة لصلاة الفريضة قلت أجر بانج بيجي دست هاويشته ودست بيجر قامت جرت بونفيجا كفرص فلا يجوز لأحد أن يبتدئ صلاة نافلة قلت شنو بتشيك هسه فيجاش ندس هاويت السنة ديه فيتشاغل بنافلة يقيمها وحده عن أداء فريضة تقيمها الجماعة شينا بيتن خامجيل كتم تنه يسنة كتن مجيل ببيتنش أدا كرنا فرزي وجماعات بيت كان وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم جبل بيغنبري عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أجر نفيش قامت بها تجرتني يا فرس هنجيش بلي نفيش فرس شو نفيش الدينينا شو نفيج دينن يعني نت تماما أو نفيج ديابتن أجرا. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي يغنبري عليه الصلاة والسلام ظلام يديت ينفيجت يتن والمؤذن يقيم لصلاة الصبح وبانج بيش يقامت الجريد بو نفيج سبيده فقال له أتصلي الصبح 4 قلت ما تدي نفيج سبيده شو ركعتك يعني معناه أن ركعته بهلا ولا قامت هاتا جرتن نفيج فرزك قلت أما أبا بحث شيء أبا بحث هنديك وقامتها تكرتن وتشني ده دست بكي سنتي تشني أما ده دست هاوي بابو قامتها تكرتن ولا نوف نفيجو جماعته لا شني دست هاوي دست سنة آخر قلت أما إذا شرع المؤذن في الإقامة بعد شروع المنتفل في صلاته أما أجرتها تشتقام نيده تقول الله أكبر تشوف السنة ده وبيجيشو مؤذن دست هاوي قامت جرت فإنه يتمها خفيفة لإدراك فضيلة تكبيرة الإحرام والمبادرة إلى الدخول في الفريضة. أبي هني دشكتن لسنة تخا تمام كت بس سبك زي خلاص كت دبيه ده تكبيرة إحرامه معناه دهن زي كتش وقت مؤذنش قامت خلاص بأوجي خلاص ببيته ده زي بجيه تنفيج فارس. وذهب بعض أهل العلم وهندك أهل علمي شد بجن إلى أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها ودي أجل هشتة ركعته أي كده وقامتها طيّة أما دي باطالتي وإن كان في الركعة الثانية أما أجت الركعة دويدة بي وقامتها طيّة فإنه يتمها خفيفة كي بس زي خلاص بكي ويلحق بالجماعة وزي بجاية نفجب جماعات والحمد لله رب العالمين.